متابعي قناة أمود، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذا النقاش الرياضي الجديد. واليوم سنتناول موضوعين: الكعبي وحكاية الثمار التي جناها بعد سنوات من الاجتهاد والمشاكل، ورسالة مهمة لكل لاعبي البطولة الصاعدين والشباب. وكذلك سنناقش الشراكة بين الدوري المغربي، البطولة الاحترافية، ولا ليغا. سوف نتكلم على التفاصيل، ولكن قبل ما نبداو الكلام ديالنا والتحليل ديالنا فنبداو دائما بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكعبي في تصريح بمثابة رسالة ونصائح لكل لاعب شاب وكل الفئات السنية التي تمارس كرة القدم. الكعبي يصرح أن الثمار التي أجناها تعود إلى سنوات من الاجتهاد والمشاكل التي واجهته والتي ساهمت في تقوية شخصيته. يعني كما يقولوا اللي بغى العسل يصبر القريص من الحل، فالكعبي اجتهد يعني صبر وخدم واجتهد رغم المشاكل ورغم الظروف الاجتماعية اللي مر بها، واجتهد وخدم ووصل إلى مبتغاه، وهو الآن كيساهم مع أولمبياكوس المهاجم ديالها المتألق في التتويج ديالها بالدوري اليوناني، وكذلك على بصم مستويات متميزة على مستوى الدوري الأوروبي. فالكعبي اعطاها رسالة مهمة للاعبين الشباب أنهم يعني ما يملوش من الإكراهات ومن المشاكل اللي كتواجههم في بداية المشوار ديالهم الكروي، ولكن يجتهدوا ويتغلبوا عليها وسيصلون إلى مبتغاهم. فالمهاجم الأولمبياكوس أيوب الكعبي قال إن العروض التي يقدمها والثمار التي يجنيها كرويا في الوقت الحالي تعزى إلى سنوات من الاجتهاد والكد، لافتا إلى أن المشاكل التي واجهها في مساره الرياضي ساهمت في تقويته وتعضيد شخصيته. وتحدث الدولي المغربي في واحد الوثائقي أنجز حول ناديها اليوناني سينشر قريبا بقوله: الثمار تأتي من سنوات من العمل والاجتهاد، ومن الحتمي أن تأتي سنة تحصد فيها كل ما بنيت، كما أنك بإمكانك المثابرة ل5 سنوات مثلا دون أن تظهر النتائج إسوة بالكد ل6 أشهر مع بروز المكافأة. يعني خاصك تصبر 5 سنين، 6 شهور، يعني بعد الصبر يأتي الفرج. وأضاف الكعبي قائلا: منذ الطفولة وأنا أجتهد، كرة القدم تعني لي الشيء الكثير. كنت أعود من المدرسة وأضع حقيبتي في المنزل وأخرج للشارع لممارسة اللعبة. أي شيء في الحياة تتخلله المشاكل، ولكن بفضل هذه الأخيرة نتقوى، أي يقصد بفضل المشاكل والإكراهات فنقوي شخصيتنا ونتقوى. وساهم صاحب 31 سنة أيوب الكعبي في إحراز أولمبياكوس اليوناني لثنائية الدوري اليوناني الممتاز وكأس اليونان، كما أنه قاد الفريق اليوناني في الموسم المنصرم إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي. وأحرز الكعبي هذا الموسم على 27 هدف في كافة المسابقات، علاوة على تقديمه 7 تمريرات حاسمة لزملائه. وأيوب الكعبي كيمثل القدوة والنموذج لذلك اللاعب الذي واجهته مشاكل كثيرة في الحياة ديالو. فأيوب الكعبي من عامل في النجارة إلى وزير السعادة. فغني نعاود لكم جزء من الحياة ديال أيوب الكعبي، يعني كتبقى درس بالنسبة لأي لاعب، وهي درس حتى لأي إنسان في الحياة. رغم أنك يواجهك التحديات والمشاكل فتغلب عليها، توكل على الله سبحانه وتعالى واجتهد، وإن شاء الله ستصل إلى مبتغاك وإلى حلمك. فأيوب الكعبي كيمثل قصة نجاح ملهمة للاعبين شباب بحكم التغلب ديالو على جميع الأزمات والعراقيل التي اعترضته داخل وخارج الملعب. فنجم المنتخب ديال المغرب اضطر للانقطاع عن الدراسة في سن 15 سنة بسبب رغبته في مساعدة عائلته التي كانت تمر بوضعية اقتصادية صعبة للغاية. يعني خرج من المدرسة ومشى يعاون عائلته للتغلب على مصاعب الحياة
تكلفتها المادية. فشقيق فالكعبي اقتحم سوق العمل مبكرا في مجال النجارة، حيث اشتغل كعامل بسيط وكان كيتقاضى أجر زهيد بسبب نقص خبرته انذاك في هذا المجال ديال النجارة. وقال الكعبي في تصريحات إعلامية سابقة: ولدت في عائلة فقيرة وكنت مضطرا لتعلم حرفة من أجل مساعدتها على تحمل أعباء الحياة، وخدمت في النجارة قبل أن أقرر التفرغ لمسيرتي الكروية. والفقر ماشي عيب، الفقر ماشي عيب، العيب وهو أنك ما تثيقش في نفسك وما تجتهدش وما تشتغلش في الرزق الحلال. ويذكر أن الهداف ديال الأسود الأطلس انضم في بداية الحياة ديالو المسيرة ديالو الكروية لصفوف فريق راسينغ البيضاء الرياضي، ولعب في مركز الظهير أيسر، غير أنه فشل في إثبات وجوده تقرر الإدارة ديال الفريق إعارته في مناسبتين لفريقين ينشطان في دوري الهواة. وبعد عودته للفريق المغربي تألق في مركز المهاجم الصريح، وهو اللي يفتح أمام ديالو أبواب الانضمام ديالو لصفوف نهضة بركان، اللي أسهم بشكل كبير في تقديم موهبة تهديفية اسمها أيوب الكعبي. فأيوب الكعبي ظهر يعني مع بركان بواحد المستوى عالي جدا. وانضم أيوب الكعبي اللي كيولاو يسميوه وزير السعادة في أولمبياكوس، انضم إلى أولمبياكوس في عام 2023 بعد انتهاء العقد اللي كان يربطه بفريق السد القطري. وظهر النجم المغربي بشكل رائع خلال مغامرته الاحترافية الجديدة، حيث قاد الفريق ديالو اليوناني للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بعدما سجل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام فيورنتينا الإيطالي. إذن هذا جزء من قصة حياة أيوب الكعبي اللي ممكن أنها تدار فيلم سينمائي حول هذا الكفاح وهذا النضال ديال هذا اللاعب. رغم الأزمات ورغم المشاكل استطاع أن يتقوى وأن يصبح لاعبا لامعا في سماء الدوريات الأوروبية. اتفاقية شراكة بين العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ونظيرتها لا ليغا رابطة الدوري الإسباني. فأصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية البلاغ التالي، حيث عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية هذا اليوم الثلاثاء 20 ماي على الساعة 9 صباحا اجتماعا مع نظيرتها لا ليغا الإسبانية بمقرها الرئيسي بسلا. وترأس هذا الاجتماع السيد عبد السلام بن لقشور بحضور السيد خافير طاباس ميدرانو رئيس ديال رابطة الدوري الإسباني والوفد المرافق له، إذ رحب بالجميع في كلمة الافتتاحية. وبعد ذلك تم عرض النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، والتي أهمت النقاط التالية: نظام اشتغال لا ليغا والمشاريع التنموية التي تهم عدة مجالات، منها الحكامة في التسيير الرياضي والمالي والتسويق في إطار اتفاقية شراكة. واختتم الاجتماع باتفاق الطرفان المغربي والإسباني على ضرب موعد خلال الأسبوعين المقبلين لتفعيل اتفاقية الشراكة، كما تقرر خلق لجنة مشتركة لتتبع وتفعيل المشاريع التي سوف يتم إبرامها في هذا الإطار. إذن عقد شراكة واتفاقية بين لا ليغا والدوري الاحترافي المغربي من شأنها يعني الرفع من تجويد الخدمات ديال تدبير الأندية والاستفادة من التجربة ديال لا ليغا والتسويق، وهذا أمر جيد للبطولة الوطنية. فاتفاقية نتمنى أنها تعطي ثمار وتكون ثمار على أرض الواقع، ونشوفوا تدبير مالي ديال الأندية ديالنا في المستوى العالي، وما نبقاوش نسمعوا عن كما نقولوا عن الأزمات المالية التي تضرب بعض الأندية، ونشوفوا كذلك التسويق ديال البطولة الوطنية وتسويق كذلك اللاعبين. ونتمنى أن هذه الشراكة تكون لما هو إيجابي على ينعكس إيجابيا على المستوى ديال البطولة الاحترافية المغربية.